النهارده هقول لكم ازاي تعملوا مكرونه وبانيه، الاكله الاساسيه في اي بيت مصري والكل بيجمع على الاكله دي، مفيش حد ما بيحبهاش. تقدروا تقولوا وجبه سهله للمبتدئين واللي لسه متجوزين. دي وجبه اول سنه جواز، وجبه غدا سريعه وبشويه لمسات بضيفها عليها هتطلع معاكم تحفه ورهيبه. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للفيديو. اول حاجه هنبتدي بالوصفه. عندنا فرخة، هنستخدم الصدر اللي فوق تبع الفرخة. أول حاجة هنبتدي نخليها كمان. بنبدأ نقطعها. الصدر هنا هنقطعها لأربع قطع. بتجيب معانا أربع قطع. في صدرة صغيرة ممكن تجيب معاكم ثلاثة، فأنا كل ناحية من الصدر هتجيب معايا أربع قطع من البانيه حسب حجم الفرخة. لو مش حابين تعملوا الخطوة دي تقدروا تكلموا بتاع الفراخ ويجيبها لكم جاهزة او بانيه جاهز. بس انا عندي الصدر متوفر وكده، فحبيت ان انا اخليه قدامكم واقطعه قدامكم، وانا هستفيد من كل حتة في الفرخة. هبدأ اقطعها كل ناحية اربع قطع من البانيه، وهفضل اخليها لغاية ما اطلع منها البهاريز والقطع الصغيرة دي. هستخدمها في كفتة بعد كده، او ممكن نستخدمها في، لو استخدمناها جبناها بالطول وكده نستخدمها نعمل بيها ستريبس. اي حاجة، المهم مش بنسيب الا العظم بس. انا اهم حاجة اللي بفضل اجمع قطع الفراخ الصغيرة دي. لو عندي الكمية المظبوطة بعمل بيها كفتة، مش عندي الكمية المظبوطة بجمعها في اكياس وادخلها الفريزر. اول ما بيتوفر عندي الكمية وكده ببدأ اعملها بشكلها باي طريقة اقدر اعملها بيها كفتة ستريبس اي حاجة. يبقى كده خلينا الفرخة وخدنا منها البانيه اللي احنا عايزينه. هنعمل النهارده بانيه ومكرونه. دي الوجبه الاساسيه او السريعه او اللي كله بيحبها، اطفال كبار صغار شباب كله بيحب البانيه والمكرونه. طبق عندك واسع كده تبداي تحطي علبه زبادي مع 2 معلقه من المستردة، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا، معلقه من الكركم، معلقه من الملح، معلقه من الكمون، معلقه من 7 بهارات، بصلايه وطماطميه مع بعض كده ونعصر ميتهم. اهم حاجه نعصر ميتهم، وبرده فص توم كله مع بعضه. نبدا نصفيهم في مصفى كده عشان احنا عايزين السوائل بس. وبعد كده معلقه من الخل، عصره من الليمون. هي دي التتبيله. الكركم بيعمل لونها ذهبي وكده، والبابريكا بتديها طعم، وكمان لو حابينها مشطشطه كده ولا حاجه معلقه صغيره من الشطه اللي هي الحمراء الحراقه دي. بس مفيش اسهل من كده. يبقى التوابل ايه؟ انا هنا برضو هضيف البيض كله مع بعضه. كل الخطوات هتبقى مع بعضها، وبعد كده بنبدرها بالبقسماط. انا عامله كل الخطوات مع بعضها. بمعلقه بقى ولا حاجه نبدا نقلب قطع البانيه شويه بشويه كده. اهم حاجه القوام يكون تقيل، لو مش تقيل معانا بنضيف له معلقه من الدقيق عشان يكون القوام بتاع التتبيله يكون تقيل معانا. التتبيله دي طعمها تحفه وبتنقل البانيه في حته تانية. وكمان نسيت اقول على نص كوبايه من اللبن. اهم حاجه اللبن مع الزبادي بينقلها في حته تانية. تقدروا تستبدلوا اللبن بالزبادي او الزبادي باللبن. انا هنا ضايفه اللبن مع الزبادي بينقل الوصفه في حته تانية وبتكون تحفه. نبدا بقى نقلبهم مع بعض، وبعد كده بنجهز طبقه البقسماط. بانيه يعني بقسماط، وانا بفضل البقسماط الناعم. كمان البقسماط الناعم احلى حاجه للبانيه. بتضيفوا له كيس فيجيتار حار. لو حابين الفيجيتار ده بارد تقدروا برضو تستغنوا عن الفيجيتار الحار، الفيجيتار بارد، او تعملوه بقسماط بس. انا هنا مستخدمه فيجيتار حار مع بقسماط، بيكون تحفه جدا. احلى من كمان لو حابين برضو تستخدموا البقسماط الخشن او الفينو او الحاجات دي او الكريسبي الخشن. انا هنا بستخدم البقسماط العادي، بيديها لون حلو قوي. وكمان بيثبت كمان كويس جدا. بنبهرها بشويه كمون، ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه حمراء على البقسماط وبس. مفيش اسهل من كده. ونبدا نحط فيه البانيه بشوكة بقى، ونبدأ نطلع القطع البانيه عشان ايدنا برضو مش تبدأ في الحاجات السايلة، ونبدأ نعملها بالبقسماط تقوم تحبب معانا. ونبدأ نرمي البقسماط. اهم حاجة تضغطوا كويس جدا عشان طبقة البقسماط تثبت على البانيه. دي اهم خطوة، تضغطوا جامد وبعد كده بتسيبوه. نسيت اقول لكم ان البانيه بيتبل لمدة ساعتين 3، او تقدروا تسيبوه من بالليل لغاية الصبح وتبدأوا تعملوه، او على الاقل ساعتين في التلاجة. وبعد كده بنطلعه ونحطه في البقسماط، وبرده ندخله نص ساعة في التلاجة ونبدأ نقليه. اضغطوا كويس جدا عشان الطبقة تثبت. نبدأ نضغطها من فوق ومن تحت كده زي ما شايفين في الفيديو. وبعد كده بندخله نص ساعة التلاجة عشان الطبقة دي تثبت، ونبدأ نحمره. اهم حاجة نضغط جامد، نضغط جامد على البقسماط عشان خاطر الطبقة تثبت معانا. اهم حاجه ركزوا في شويه الحاجات اللي احنا بنعملها للبانيه عشان خاطر يطلع معاكم كويس جدا، والطبقه بتاعته تكون ثابته، ويكون مقرمش وذهبي وفي نفس الوقت طري وشارب من التتبيله. كمان شويه لمسات بنضيفها عليه بتطلع معاكم تحفه.
لو حابين تعملوه بعد الخطوه دي في اطباق فوم كده او اللي هي الحفظ، الحاجات الحفظ اللي بتتحط في الفريزر، ونحط بينهم اكياس وندخله في الفريزر، في اي وقت نكون مستعجلين ولا حاجه ولا جايين من بره نبدا نطلع وهو متلج كده نبدا نقليه في الزيت عادي خالص. انا هنا بدات احمره زيت غزير وفي نفس الوقت يكون سخن، وتبداوا تقلبوا الطبقات. هياخد من الناحيه دي 5 دقايق والناحيه دي 5 دقايق، ونبدا نقلبه بيطلع معانا دهب ومقرمش وتحفه ولونه اصفر كمان، واللي هو اللون الذهبي ده. حابين تزودوا عنه في التحمير، حابين تغمقوه عن الدرجه دي براحتكم. وتبداوا تقلبوه من الناحيه دي والناحيه دي، ما بياخدش اقل من 5 دقايق على الناحيتين بكل سهوله. وتبداوا تطلعوه على مناديل عشان خاطر تشرب الزيت. شايفين لونه عامل ازاي وقوامه طالع معانا تحفه. هنبدا نحضر المكرونه السباكيتي. اي حد بيعرف اللي يعمل المكرونه بالسباكيتي ما بتاخدش 10 دقايق. ميه مغليه على النار، شويه ملح وشويه زيت، ونبدا نحط فيهم المكرونه السباكيتي 9 دقايق او 10 دقايق، وتبداوا تصفوها. بعد كده بنحط عليها الصلصه كلنا عارفينها، تومه، قرن فلفل حراق كده، وطماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه، وعليهم معلقتين من الصلصه الجاهزه، ونبدا نعمل احلى صلصه. احنا عملنا الصلصه معاكم كتير في الفيديوهات اللي فاتت، فاحنا حابين ان ما نطولش عليكم الفيديو، فعملنا الصلصه بكل سهوله. توميه، قرن فلفل حراق، حابين تستغنوا عنه عادي، طماطم مضروبه متصفيه، ومعلقتين من الصلصه الجاهزه، ونقلبهم في المكرونه ونقلبهم في بعض ونحطهم على النار لمده 10 دقائق. تبدا تاخد وتدي مع بعضها كده، وبيطلع معانا المكرونه السباكيتي، احلى مكرونه سباكيتي ممكن تاكلوها. مفيش ابسط من كده. شويه مكرونه بانيه، دي الوجبات السهله. شويه شيبسي كده معاهم، شويه اي صوص عندكم، لو مش حابين عادي. قطعت شويه خضره كده للشكل بس، ونبدا ان نحط المكرونه. دي وجبه الولاد المفضله، وجبه الكبار، الشباب، الولاد، اي وجبه في نفس الوقت سريعه. ممكن نسيبها في الفريزر ونطلعها على قد التحمير بس، والمكرونه ما بتاخدش 10 دقائق. دي وصفتي السريه لبانيه ذهبي ومقرمش واصفر واسرع مما تتخيلوا. اعتبروها وجبه غدا سهله وسريعه كمان. المكرونه طالعه معانا تحفه كمان، والصلصه لونها حلو خالص وشاربه كده من الصلصه وتحفه. وكمان البانيه شارب من التتبيله وطعمه ذهبي ومقرمش واصفر كمان. وفي نفس الوقت الطبقه بتاعته ولا هي رفيعه ولا هي تخينه، وماسكه في بعضها، والطبقه ما بتفكش كمان. زي ما قلنا لكم في اول الفيديو، هي دي الاكله الاساسيه في اي بيت مصري، والكل بيجمع على الاكله دي. مكرونه وبانيه، مفيش اسهل من كده وابسط من كده. ما تنسوش تجربوا وصفاتي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش كمان اللايك والشير للفيديو، وكمان الاشتراك في القناة. شكرا.